عمرك سألت نفسك قبل كده هو احنا لو جبنا مكعب تلج عملاق ورميناه جوه بركان ساير ممكن نوقفه ونطفي ناره؟ الموضوع يبان شكله سهل في الخيال، بس الحقيقة مرعبة أكتر مما تتصور. علشان تستوعب القصة يا صديقي لازم تعرف إن البركان ده مش شوية نار وخلاص، ده بيطلع ملايين الأطنان من الحمم البركانية اللي هي اللافا، واللافا دي حرارتها بتعدي ال 2000 درجة مئوية، يعني نار جهنمية حرفيا. وعلشان بس تفكر تبرد البركان ده فورا أنت محتاج تجمد بحيرة كاملة زي بحيرة مشجان، ودي تاني اكبر بحيره في امريكا الشماليه، وتخلعها من الارض وترميها كلها مره واحده جوه البركان. تفتكر كده البركان هيهدى؟ لا طبعا. اللي هيحصل ان التلج ده اول ما يلمس الحمم دي مش هيسيح بالراحه، ده هيتحول لبخار في لحظه، والبخار ده هيتراكم بسرعه البرق ويخلق ضغط رهيب ومكتوم جوه البركان، والنتيجه هتكون كارثيه. البركان هينفجر انفجار عنيف جدا، وهيطير بخار ميه سخن جدا وصخور منصهره لمسافات بعيده بالكيلومترات. يعني بدل ما كنا عايزين نطفي البركان احنا عملنا قنبله موقوته دمرت كل حاجه حواليها اكتر من البركان العادي بكتير. لو اول مره تعرف المعلومه دي اكتب سبحان الله، وفي النهايه صلوا على الحبيب.